السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب النهاردة يوم جديد عليكم ويوم سعيد. النهاردة هنعمل شوية كحك زي العسل. هنا كنت حاطة السمنة على النار 3 كوبايات، وهنا جايبة دقيق 1.5 كيلو. كنت حاطة حوالي 1.4 كيلو من السمنة، يعني كيلو الدقيق يا جماعة بياخد نص كيلو سمنة وحوالي معلقتين، دول كانوا 3 مجات سمنة كبار. وهنا 1.5 كيلو دقيق، وهننزل بمعلقتين فلفل ومعلقة بيكنج باودر، وهننزل بريحة الكحك معلقتين ريحة كحك زي ما انتم شايفين اهو، ده ريحة كحك، هو اسمه عندنا ريحة كحك، مش عارفة عندكم اسمه ايه. وهننزل برشة ملح صغيرة جدا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض قبل ما ننزل بالسمنة. السمنة طبعا لازم تكون زي ما انتم شايفين كده مقدوحة على النار. وهننزل بمعلقة نشا. النشا بينعم، النشا يا جماعة بينعم العجينة ويخليها ناعمة جدا ودايبة في البق. هي معلقة واحدة بس النشا اللي احنا حاطينها. يبقى كده المقادير: معلقتين سمسم، معلقتين ريحة كحك، معلقة نشا، معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح، 1.5 كيلو دقيق، وكيلو الا ربع من السمنة. على كل كيلو دقيق بناخد نص كيلو سمنة ومعلقتين. معلقتين بقى تحطيهم باردين، معلقتين بقى تحطيهم باردين، السمنة تحطيهم سخنين زي ما انت عايزة عادي يعني. هنا بنعاير السمنة يا جماعة كل مج اهو. شايفين السمنة بتطش ازاي في مقدوحة يا جماعة، مقدوحة. اهم حاجة السمنة تبقى سخنة زي ما انتوا شايفين كده اهو، كده 3 مجات. وعلى فكرة اللي ما كنتش قادرة امسك الدقيق بايدي اقلبه، ابست الكحك عشان خاطر كان سخن، قلبته الاول بحاجة بمعلقة او حاجة. بس عايزة اقول لكم والله العظيم طلع، مش قادرة اقول لكم مفيش احلى من كده. طلع كحك جميل جدا جدا وسواه مظبوط ودايب في البق بطريقة ما اقولكوش ما تحصلش. جميل 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 بجد، جربوا الطريقة دي. انا كنت بصراحة افشل واحدة تعمل كحك، يعني الكحك ده بالنسبة لي حاولت اعمله ما صادفش معايا غير مرة واحدة اللي طلع حلو ودايب في البق، ودي الحمد لله تاني مرة. وطلع جميل بصراحة بالطريقة دي، طلع حلو جدا جدا جدا. انا كده بقى لازم ابس الكحك كويس جدا، مش اقل من ربع ساعة كده انا هبس فيه. طبعا انا مش هقعد الربع ساعة ابسلكوا فيه في الفيديو، يعني انا قطعت من الفيديو، بس لازم تقعدي من 10 دقايق لربع ساعة تبسي في الكحك كده. وعلى فكرة عايزة اقولك ان دي كان سخنة عشان انا حاطة السمنة وهي مقدوحة وسخنة جدا كده. انا على فكرة هنزل تاني بحوالي 4 معالق سمنة، يعني انا نزلت ب4 معالق سمنة، وبعد كده وانا بعجن رحت نزلت تاني، يعني حاولي احط 5 معالق تاني سمنة عشان تظبط اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت مش عادي بقى ال4 معالق او ال5 معالق اللي هيتحطوا دول، حطوهم سخنين تحطوهم باردين مش هيعملوا اي حاجة عادي يعني. وهفضل ابس في اهم حاجة عجينة الكحك تبسي فيها كويس جدا، واهم حاجة تكوني تقلبي المكونات كويس الجافة مع بعض. عايزة اقول لكم حرفيا فضلت ابس فيه لحد ما ايدي وجعتني. وطبعا بهدلنا المطبخ شوية من الدقيق ومن العجين، وبهدلنا الريسبشن شوية لما قعدنا نعمل، بس عادي يعني طالما الحاجة حلوة عادي نتعب فيها. وبعد كده بنقوم نروق. طبعا فضلت بقى زي ما انتوا شايفين ابست فيه. هنا بقى انا بصراحة بيني وبينكم يعني ناس كتير بتحط الخميرة في الكحك، بس انا ما بحبش الخميرة، بس حطيت حبة، حطيت اقل من ربع الكوباية. هنا مية دي دافية مش سخنة مش مغلية، على معلقة خميرة
على معلقه سكر، ونزلت اهو، هنزل بنصهم. رغم ان انا مش حابه الخميره بحس ان هي يعني مش مستحبه في الكحك، يعني المره الجايه مش هحط خميره. ف حسيت ان لا، ان العجينه وهي قبل ما احط الخميره كانت احلى، وبرضو بعد ما عجنت وحطيت الخميره حسيت ان هي محتاجه سمنه، حطيت لها معلقه سمنه، بس انا ما صورتلكوش تقريبا اللحظه دي. هنا احنا بهدلنا المطبخ شويه اهو كده. انا قعدت عندي في الريسبشن وحطيت فوطه على الكنبه عشان ما تتبهدلش. وعايزه اقول لكم ان انا جبت بتاع التشكيله اللي بشكل بيها الكحك البلاستيك ده، ما طلعليش الكحك كويس. كان رحت بصراحه استعملت الشوكه زي ما انتوا شايفين كده، الشوكه يعني. والمره الجايه ان شاء الله نجيب منقاش، بس بظبط الكحكايه على ايدي كده، بدورها كده زي ما انتوا شايفين دائريه كده زي كوره، ببططها حبه وانزل عليها بالشوكه، اديلها الشكل بالشوكه. لكن بصراحه كان معايا القوالب البلاستيك دي، بصراحه ما طلعتليش الكحك حلو خالص. حتى تلاحظوا ان انا عامله كام واحد من الكحك مش مظبوط قوي، هو ده كان بالقوالب. لكن بقى بالشوكه بصراحه طلعت كويسه، وان شاء الله المره الجايه هنجيب منقاش. هنا كنت خلصت الصاج التاني من الكحك، والعجينه عايزه اقول لكم والله العظيم يعني زبده حقيقي، يعني جميله 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 بطريقه، وناعمه جدا. بصوا العجينه باينه، من نعومتها باينه. انا هنا ابني اللي بيصور. عايزه اقول لكم ان ولادي كانوا فرحانين جدا جدا جدا. ربنا يسعدكم يا رب ويسعد اولادكم. ما تنسونوش في اللايك يا جماعه والاشتراك في القناه بالله عليكم عشان يوصلكم كل جديد. هنا عندي ابني الصغير كان بيساعدني. ربنا يحفظني ويحفظكم يا رب ويحفظ اولادكم يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. الكحك ده يا جماعه هيتساوى على درجه حراره 180. والله العظيم طلع. شايفين انا هنا خلصت صاجين، ده الصاجين دول معمولين بكيلو ونص دقيق. شايفين السوا بتاعه طلع جميل. ده كمان مش معمول بمنقاش، لو في منقاش كان هيطلع احلى واحلى. هنا طبعا بعدين المطبخ شويه مش مشكله، اهم حاجه احنا مبسوطين والعيال مبسوطه والكحك طلع حلو. وربنا يسعدنا ويسعدكم يا رب. والكحك ده فكرني بايام العيد، وان شاء الله نعمله باذن الله لما يجي العيد ان شاء الله. بالهنا والشفا. طبعا الكحك مع كوبايه الشاي مع فيلم بقى في حته تانية. بصوا انا هقسم لكم الكحك، شايفين دايب ازاي؟ والله العظيم طلع جميل جدا وبيدوب في البق. انا اول مره اعمل كحك ويعجب جوزي بصراحه، او تاني مره بالظبط. شايفين؟ وكوبايه الشاي ده كان في حته تاني خالص. عايزه اقول لكم ان ده الف هنا وصحه على ايه وعلى قلوبكم.